بيسجل. Good evening يا حبيب أخوك. There is someone known to us as Nerd أفلام. He creates top-notch movie reviews. Your mission, should you choose to accept it, is to support him on his cinematic journey. This message will self-destruct in 5 seconds. قدامي على الريفيو. يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن الجزء الثامن والاخير في سلسله ميشن امبوسيبل، وهو فيلم ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكونينج، بدون اي نوع من انواع الحرق اطلاقا. وحيث ان انت لسه هنا فانت اخترت انك تكمل الميشن بتاعتك. ودلوقتي خلينا نبدا. قصه فيلمنا بدون حرق وباختصار بتبدا بعد شهور من احداث الجزء السابع اللي هو ميشن امبوسيبل ذا ديد ريكونينج بارت 1، بعد ما ايثان هانت اخذ المفتاح من جابرييل عشان يكتشف طريقه يوقف بيها خطر الانتيتي او الكيان اللي هو الاي اي من انه يسيطر على كل الواقع الرقمي في العالم. وفي ظل ما هو بيدور هيقابل ايثان هانت اخر واكبر مهمه مستحيله في السلسله، والاصعب في ال8 اجزاء، وهي انه الذكاء الاصطناعي ده اتحكم في كل الترسانات النوويه في العالم كله، ولازم بطلنا ايثان يوقفه قبل ما يدمر كل اشكال الحياه على الكوكب. ومن هنا هيبدا واحد من اجمل واحلى اجزاء السلسله، وبالمناسبه كل ده كان في التريلر وما فيهوش اي حرق. احنا قدام خاتمة سلسلة، وفي الحالات اللي زي دي بيحصل حاجة من اتنين، يا اما بتقلش منهم زي ما حصل في جيم اوف ثرونز، او يعملوا لنا نهاية ملحمية زي ما حصل في بريكنج باد. في ختام سلسلة ميشن امبوسيبل بقى ومع جزئنا الاخير ده، صناع الفيلم عملوا واحد من اقوى واحلى الاجزاء في السلسلة كلها، وعملوا كلوجر عظيم، وفوق كل ده الفيلم كان فان سيرفيس. ودلوقتي خليني اقول لك ازاي صناع الفيلم قدروا يحققوا معادلة مستحيلة زي دي، وكمان اقول لك انا ليه الفيلم عجبني للدرجه دي وبقول عليه كل ده. احنا متعودين في سلسله ميشن امبوسيبل ان ايثان هانت بيكون عنده مهمه واحده مستحيله في كل جزء، وفي النص بتقابله عقبات كتير وبيقدر يتخطاها ومتعدي عادي. اما في جزئنا ده فهي مهمه واحده مستحيله، بس فجاه بتلاقي الموضوع كبر مننا وبتتفرع لمهمات كتير قوي مستحيله تحت بعض. فالفيلم من اوله لاخره لا ايثان هانت اخد نفسه ولا احنا كمتفرجين عارفين ناخد نفسنا من الميشنز اللي كلها صعوبات. وده يودينا للأكشن. الفيلم فيه جرعة أكشن كبيرة جدا، وأكشن من كل الأنواع، يعني غواصات تلاقي، حاملات طائرات تلاقي، طيارات لوحدها تلاقي، كومبات بالإيد تلاقي، أسلحة تلاقي، نووي برضو تلاقي. الفيلم عبارة عن 5 دقايق وهنلم كل الأكشن اللي في الدنيا، لأنه فعليا لم كل الأكشن اللي في الدنيا. الفيلم من ناحية نقطة الأكشن فهو فيلم متكامل. يا راجل ده توم كروز اللي عنده 63 سنة كان متعلق في الطيارة بالشقلوب بجد، ونط من طيارة بباراشوت على ارتفاع عالي بظهره عشان ياخد مشهد ما. ده غير طبعا انه كان من سنتين لما كان عنده 61 سنة كان نط من فوق جبل بموتوسيكل برضه، فهو الراجل بيحب الحاجات دي. والمشاهد اللي توم كروز عامل فيها الاكشن بنفسه كانت متبروزة جدا وباينة في الفيلم، وانت ظهرك بيوجعك يا حبيب اخوك وانت بتتفرج عليا دلوقتي. بس على ذكر الحلويات بقى بتاعت الاكشن دي، ففي مشهد هو سيكونس مدته 20 دقيقة كاملة في غواصة، و20 دقيقة كاملة ما تقالش فيها كلمة واحدة، و20 دقيقة انت اعصابك مشدودة وانت بتتفرج. وسط كل الاكشن والضرب ده فالفيلم مليان عواطف، وهيخليك تتعاطف مع شخصيات كتيرة موجودة معانا، وهيربط برضه حاجات كتير من الماضي بتاع ايثان هانت بالحاضر. وده هياخدنا لنقطة ايه الاجزاء اللي انت محتاج تشوفها عشان تستمتع بالجزء الاخير بتاعنا. انا زي ما قلت لك يا حبيب اخوك، فسلسلة ميشن امبوسيبل مكونة من 8 اجزاء، وال8 بصراحة حلوين وكلهم يتشافوا. بس لو عايز تشوف اجزاء محددة مرتبطة بالجزء الاخير بتاعنا فهم ميشن امبوسيبل 1 وميشن امبوسيبل 3 وميشن امبوسيبل ذا ديد ريكونينج اللي هو الجزء السابع. سايد نوت كده بقى يا حبيب اخوك، سلاسل الافلام لما بتتزنق في حاجه بترجع تجيب من القديم بتاعها، زي انهم يرجعوا للاجزاء القديمه ويخلقوا منها فيلن للابطال عشان يعملوا اجزاء اكتر بس، والاجزاء دي ما بتبقاش حلوه، حاجه كده زي فاست اند فيريوس الجزء العاشر. نرجع لفيلمنا بقى. انا ليه بقول لك شوف الاجزاء دي تحديدا من السلسله؟ لان الجزء الاخير بتاعنا ده زي ما قلت لك هيربط حاجات من ماضي ايثان هانت بالحاضر، بس مش كفار ابداعي زي ما كنت لسه بحكي لك. بالعكس الفيلم هيستخدم الماضي بتاعه باكتر طريقه عبقريه في الدنيا، وطبعا مش هحرق لك. بس الجزء الاخير بتاعنا ده خلق كميه فرص كتيره جدا من ماضي ايثان وقدر يستغلها كلها. فانا باكد لك ان الفيلم ده مكتوب حلو قوي 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 قوي، مكتوب
معمول بطريقة تخليك مستمتع بكل حاجة بتحصل وفي نفس الوقت تخليك متوتر من الأحداث. وهنا الفيلم حقق معادلة إزاي تعمل فيلم يكون أعظم كلوجر للسلسلة وفينالي رائع لإيثان هانت، في نفس الوقت تستغل الماضي بتاع إيثان عشان يبقى الفيلم فان سيرفيس للناس اللي بيحبوا السلسلة دي، واللي هو برضه في نفس الوقت تخلي الأكشن والعاطفة معمولة حلو جدا في الفيلم بطريقة تبسط المشاهد. فهو فيلم ممكن نقارنه بإزاي فيلم زي إند جيم اتعمل مثلا، جمع لك كل حاجة في فيلم واحد. الفيلم مدته 3 ساعات إلا 10 دقايق تقريبا، ودول كانوا من أحلى 3 ساعات أنا شفتهم مؤخرا. وأنا بذكر مدة الفيلم لأن الجزء ده فعليا مليان أحداث، وأهمهم إنه جاوب على كل الأسئلة اللي اتطرحت في الجزء السابع، زي إن إيه ال AI ده وإيه هدفه وإزاي اتصنع. والفيلم زي ما قلت لك هو فيه بلوتس كتير، ويمكن أكدت على الموضوع ده كذا مرة على مدار الريفيو لأنه فعليا من أفضل الحاجات في الفيلم. يعني أنت متعود في أي جزء من أجزاء ميشن امبوسيبل إن إيثان هانت بيروح يعمل مهمته مهما كانت صعب هو هينجح في الاخر وكلنا هنخلص الفيلم مبسوطين ونقوم نروح والدنيا حلوه. في الجزء بتاعنا ده بقى الاثاره في ليفل مختلف تماما، والاول مره في السلسله قرب نهايه الفيلم انت مش قادر تتوقع القفله هتبقى عند مين، عند البطل ولا الشرير. الاي اي نفسه بيخدعك كمشاهد وبيحط في دماغك احتمالات كتير عن النهايه، ودي بصراحه ترجع للكتابه البيرفكت للفيلم. أنا فاكر في آخر مرة كنت متوتر ومشدود كده وأنا بشوف فيلم، كان في مشهد اختبار القنبلة في فيلم اوبنهايمر. وقبل يا حبيب أخوك ما تكتب كومنت بتشتمني فيه، أنا مش بقارن الاتنين ببعض نهائي، أنا بس بنقل لك إحساسي اللي أنا حسيته في مشهد اوبنهايمر. برغم إن إحنا عارفين النتيجة ونتيجة اختبار القنبلة، إلا إننا كنا متوترين برضه في أجزاء كتيرة بقى. وأنا بشوف فيلم ميشن امبوسيبل الجزء الأخير كنت حاسس بنفس التوتر، حتى لو النتيجة متوقعة، بس برضه أنت مش قادر تشوف إيه اللي جاي. وده تاني يرجع للكتابة الحلوة للفيلم. وفي الحقيقة بقى على ذكر الاي اي، فالفيلم بتاعنا هو ريليتد للواقع جدا. وخليني دلوقتي اكلمك كعبد السلام السوفت وير انجينير والديفلوبر. ممكن نبقى نعمل فقرة نيرد تكنولوجيا ولا حاجة مستقبلا يعني. المهم ان عايز اقول لك ان كل التخوفات اللي بيناقشها الجزء السابع والثامن من سلسلة ميشن امبوسيبل هي تخوفات واقعية. الاي اي بيتطور يوم عن يوم، ومحاولة معارضتك للتطور ده او احتجاجك عليه هتبقى عامل زي الناس اللي عرضوا الآلة في الثورة الصناعية. في الآخر الآلة هي اللي انتشرت وبقت تشتغل في المصانع، فاحنا ما قدامناش وقت طويل لحد ما نلاقي موديل AI عنده وعي مستقل ويقدر يفكر لوحده، وده اللي الديفلوبرز شغالين عليه دلوقتي. ويمكن الموضوع ملامحه ابتدت تبان الأيام اللي فاتت دي في آخر مؤتمر عملته جوجل من كام يوم من وقت تصوير الحلقة، والتطويرات الكبيرة اللي حطوها في جيميناي. وانا مش بقولك كل الكلام ده عشان اقلقك، انا بس بنقلك تخوف حقيقي. وتحياتي لكل حبايبي الديفلوبرز والشيفات الطليان اصحاب الاسباجيتي كود. يمكن من نقط الضعف القليلة في الفيلم هو جابرييل الفيلن بتاعنا، واللي قلت عنه في ريفيو الجزء اللي فات انه برضه نقطة ضعف. او جابرييل ده مكمل معانا واحنا ما نعرفش هو ليه فيلن، ما تعرفش مصدر قوته ايه ولا مصدر تهديده ايه. طب انت شرير ليه يا عمنا؟ فهو يمكن يكون اضعف نقطة، ولكن في نقطة ضعف اكبر منه بقى، وهي الاجندات السياسية والبروباجندا اللي ضاربة في الفيلم كله. يعني كل ما يخص الجانب الامريكي فهو انساني وكيوت وجميل، وترسانة اسلحتهم هي الأقوى في العالم وكل الحاجات بتاعت الأمريكان دي. فالفيلم فيه جزء كبير من البروباجندا السياسية والأجندات اللي كان ممكن نتغاضى عنها لو كانت واخدة حيز صغير شوية، إنما هي فعليا واخدة حيز كبير جدا من الفيلم أكتر مما تستحق. ده غير إن عالم الناس اللي ما يتسموش ظهر مرتين في الفيلم، ودي حاجة بصراحة كانت تقرف. يعني منظر عالمهم يقرف وهم شخصيا يقرفوا. وحيث إننا قربنا على التقييم، فأنا كان عندي أمنية شخصية كده. أنا كان نفسي بصراحة ريبيكا فيركسون بشخصية إلسا فاوست تظهر في الجزء الأخير بتاعنا ده، وما كانوش موتوها في الجزء السابع. يعني تخيل فيلم فيه هيلي أتول وريبيكا فيركسون، دي كانت تبقى يعني آخر حلاوة والله. بس كملنا الجزء الأخير بهيلي أتول، واللي هي بصراحة أمورة يعني محدش يقدر يقول حاجة. وأخيرا قبل التقييم، أنا لو اتسألت تختار جيمس بوند ولا إيثان هانت، فأنا كل مرة هختار جيمس بوند. بس لو اتسألت فينالي جيمس بوند اللي عمله دانيال كريج في فيلم نو تايم تو داي، ولا فينالي إيثان هانت في فيلم ميشن امبوسيبل الجزء الأخير، فأنا كل مرة برضه هختار ميشن امبوسيبل الجزء الأخير، لأنه ببساطة ملحمي أكتر وحلو فعلا. واخيرا وصلنا للتقييم، وتقييمي لفيلم ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكونينج او الجزء الثامن والاخير في سلسله ميشن امبوسيبل هو 9/10.
والحقيقه الفيلم ده ريكومندد جدا 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 من هنا لبعد بكره، والسلسله كلها ريكومندد والله، بس فعليا الجزء ده بقى المفضل ليا في السلسله كلها. وانت قد تتفق او تختلف مع راي حبيب اخوك، ده فن وكل واحد ليه رايه، وانا عايزك تقول لي رايك في الكومنتس. وتحياتي ليك يا حبيب اخوك لو بتتفرج لحد هنا، وطبعا عايزك تسبورت عمو نرد افلام، فلو عندنا على يوتيوب سبسكرايب بقى ولايك والحاجات الحلوه دي، وبرضه هتلاقينا على فيسبوك، يعني ابعت لاصحابك بقى وحبايبك والحاجات الحلوه اللي انت بتحبها دي. وبس كده، سلام عليكم. قفل يا